السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. خلاص يعني ايه، هانت كده وكلها كام يوم ورمضان يهل علينا بالخير بإذن الله، علينا وعلى يعني أمة محمد يعني أجمعين يا رب. بصوا بقى النهاردة ايه النهاردة الفيديو بتاعنا جولة في في هايبر، مش كارفور، في هايبر. معلش اتلخبطت بس. عامله لكم بقى جولة كده النهاردة في الأقسام اللي هي تبع حاجات رمضان. اليميش بتاع رمضان والفوانيس بقى والحاجات كده. بإذن الله الجولة تعجبكم جدا، وفي آخر الفيديو بقى المشتروات اللي أنا جبتها من هناك لرمضان بتاعة اليميش يعني، والحاجات اللي أنا جبتها هوريها لكم بإذن الله في آخر الفيديو. بجد الأجواء هناك كانت جميلة جدا. بصوا وأنا داخلة كده في الممرات دي كلها شغالين بقى أغاني رمضان كده، كان نفسي أسيب لكم والله الصوت زي ما هو، يعني تحسوا ببهجة كده وأغاني رمضان بقى، انتوا عارفين الشعور الجميل ده. يعني أكيد أكيد كلنا بنحب رمضان وبنكون يعني متشوقين له جدا ونفسنا كده يعني يهل علينا بالخير كده. بصوا بقى، أنا أول حاجة كده أنا طلعنا فوق الأول، كنا عايزين نجيب حاجات يعني قسم الأجهزة الكهربائية جبناها، وبعدين نزلنا تحت. كان في بقى تشكيلة مجات كده واللي هي التمرية وأطباق كده للتقديم وحاجات حلوة قوي. اول مره بصراحه اشوف القسم ده، يعني انا اجيت السنه اللي فاتت ما كانش موجود حاجات كده، بس بجد حاجات ما شاء الله حلوه جدا. انا جبت مج من هناك وندمت جدا، قلت يا ريتني كنت جبت واحد تاني، كنت علقتهم يعني على الماسوره اللي هي في المطبخ دي اللي بيتعلق عليها المجات. قلت يا ريتني كنت جبت واحد تاني وعلقت الاتنين كده عليها. بس يلا يعني خير ان شاء الله، ناويه اروح حي الخياميه. لو لقيت نفس الشكل هناك او حاجه يعني قريبه ليها ابقى اجيبها. المجات يا حبيبي كانت سعرها 55، اللي هي الحجم 100 ملي تقريبا، وكان في الأكبر 200 كان سعرها تقريبا 85. بصوا كده احنا خلاص، يعني انا ما صورتلكوش فوق في قسم الأجهزة الكهربائية، انا صورتلكوا بس الأقسام اللي تبع ايه الخاصة بحاجات رمضان بس. صورتلكوا يعني كذا مرة في هايب. بصوا كده كنا خلاص نزلنا تحت، وفي بقى ايه ستاير، في رنرات وفي أكياس للكوشنز يعني عاملين تشكيلة حاجات كتير. لو عايزين يعني توفقوا ايه طقم كده يكون مع بعضه. بص بقى في القعدة ديت كده ترابيزة وتلات كراسي كده وفانوس. قعدة حلوة كده لو حد عايز يعمل يعني كورنر كده لرمضان، او ممكن كمان يتحطوا في لو حد عنده بلكونة كبيرة، تفرشوا نجيلة بقى وتحطوا القعدة دي وتنوروا الفانوس، بجد تبقى قعدة حلوة قوي. وبقى الفوانيس الكبيرة ديت بتكون عايزة ايه مدخل عمارة، مدخل بيت، يعني ايه بتبقى عايزة حاجة زي كده في الشارع مثلا بيعلقوه، بيكون شكلهم حلو قوي. طبعا بيتوصل له كده لنضة بسلك كده ويشغلوه يعني. هنا بقى ايه حاجات كده تشكيلات، يعني في اللي عامل زي المدفع ده و... وبصوا هنا بقى دي الفوانيس اللي هي بتاعت اللي بنحطها بقى ايه ديكور كده على الترابيزة او حاجة. وطمطم ديت ابني بصوا بيعشق حاجة اسمها بوجي وطنطا، بالذات بوجي بصوا بيحب حب. جايباله بوكي بقى، بصوا اللي هي زي طمطم كده بس ايه على يعني على صغير. بيحبه جدا جدا جدا، يعني متهيألي بيحبه كمان اكتر مني. ممنوع كده ايه اي حد يتكلم عليه ولا يقول عليه اي حاجة. ابص بقى يا حبيبي دي كده تشكيلة فوانيس كبيرة كده موجودة عندهم. الفانوس اللي هو الازاز بتاعه ملون ده طلع موضة، كان طالع السنة دي والسنة اللي فاتت كمان. لما بصوا الازاز بتاعهم بيكون ملون كده، طلع كمان برضو السنة دي. بصوا كل بقى ايه مكتوب كده الاسعار عليهم. برضو الحاجات دي كلها بتكون موجودة في حي الخيامية. معلش بقى اسفة على الغيبة دي، انا عارفة انا بقيت يعني ما بنزلش فيديوهات على طول، بس بجد الايام اللي فاتت كنت مشغولة والله. كانت اختي يعني بتوضب الشقة بتاعتها وكده، كنت بروح اساعدها في حاجات. والحامل كمان بتاع التصوير كان مكسور، وبصوا بجد كان مجنني جدا. حتى هتلاقوا في التصوير يعني بتاعه في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي فاتت، التصوير ما كانش قد كده، كان الموبايل يعني بظبطه بالعافية. فاشتريت بقى الحمد لله واحد، وان شاء الله الايام الجايه هزهقكم ايه من الفيديوهات ان شاء الله. بصوا كده انا بصور لكم الفوانيس اهيت، وبحاول اقرب لكم على السعر تشوفوه. بصوا ده سعره 1500
مش عارفة وكام. بصوا كل حاجة ايه يعني مكتوب عليها سعرها كده. بحاول اقرب لكم هنا عشان تشوفوا السعر. الفوانيس بجد هناك كان تشكيلة كبيرة واشكال حلوة قوي. دي بقى عرايس كده وحاجات برضو بتغني رمضان. وهنا بقى افرع كده بتاعة النور، والافرع اللي بنعلقها ديت في الشقة. اهو بصوا القسم ده كله كده في ايه الفوانيس وحاجات كده زي ما صورته لكم. دخلت بقى دلوقتي على اليميش بتاع رمضان. الاسعار السنه دي يعني ايه مولعه. بجد ربنا يرحمنا يا رب. بصوا بقى اصور لكم ايه الحاجه كده بالاسعار بتاعتها. ده جوز هند الكيس بيكون 150 جرام. خدت 3. ولا الكيس، لا الكيس تقريبا 250 جرام. وده بلح كده كان سعره يعني يعتبر 19 جنيه بس ما كانش حلو. او بصوا سعره 19 18 جنيه. بس يعني من النوع ده ما كانش حلو ما جبتهوش. وديت التينية كان سعرها 44 جنيه يعتبر. وده قمر الدين ابو عوف كان سعره 70 جنيه. جبت منه واحدة. اهم حاجة القمر الدين يكون سوري عشان يكون نوع حلو. المصري مش حلو، السوري هو اللي حلو. بعتذرلكوا بقى على صوت يعني عيال كده في الشارع، معلش على الصوت. بس بجد كل ما اجي اسجل الصوت لازم يكون في كده بيلعبوا في الشارع وصوتهم طالع يعني عشان اول بلكونه الصوت بيكون عندي عالي. بصوا بقى البلح ده ب31 جنيه انا جبت منه. بصوا انا اصلا ما بعرفش في انواع البلح قوي. يعني انا كانت سلفتي معايا كنت بوريها وقالت لي ده يعني ايه يعني شكله احلى واحد فيهم. ده تمر هندي. ده ب27 جنيه اسمه النخيل. ما جبتش منه شكله ما عجبنيش بصراحة. جبت النوع ده كان ب33 جنيه. بصوا ده شكله حلو. ده كركديه بس ما جبتش منه بصراحة. انا جبت من بازار علوش. بصوا ده سعره 48 جنيه. انا جبت من بازار علوش اللي هو الاسواني. بجد حلو قوي يا بنات. ان شاء الله بعمل معاكم المشروب اسمه عناب تقريبا اللي بيكون تمر على كركديه وبيعملهم مع بعض. كنت عاملاه معاكم السنه اللي فاتت كان طعمه تحفه 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 ومنجز قوي. يعني دوبك تحط منه بقى شويه على شويه ميه وخلاص. العصير بتاعنا يكون جاهز اي يوم بقى كده. انتوا عارفين اوقات بتيجي في رمضان كده بنكون مستعجلين مفيش وقت يعني نعمل حاجه. ده على طول بقى العصير اللي هي المركزة والحاجات دي بتنفع بقى في كده. يعني العصير ده بجيب برضو شربات كده اكون مستعجلة اعمله. تمر بقى اللي هو التمر البودرة ده. الحاجات دي بتنفع قوي بتكون سريعة ومنجزة. بصوا بقى كان ده نوع تمر هندي تاني اهو. كان في برضو نوع بعوف. ده بقى خروب بس احنا مش بنحبه. وقمر الدين اهو. انا جبت قمر الدين ابو عوف وجبت قمر الدين الاحلام. ده نوع تاني اسمه الزعيم اهو ب52. شايفين شكله عامل ازاي. ده برضو بلح تاني. رحلة البحث عن البلح. عمالة كل ما الاقي بلح افضل ابص في الاكياس يعني بتاعته اشوفه شكله حلو ولا ايه. دي بقى ايه المكسرات. ده كاجو. وبصوا الفستق 150 جرام كان ب83 جنيه. والفستق تاني اهوت ب74. وده عين جمل كان سعره 51 جنيه. بص 51 150 جرام. كل المكسرات دي 150 جرام. واللوز 51 برضو 150 جرام. على فكرة يا بنات سعر المتقشر بيكون اغلى طبعا من اللي بقشره. يعني اللي بقشره بيبقى ارخص من كده. دي بقى ايه اطباق كده. انا ما جبتش بصراحة مكسرات من هناك. كنت ناوية يعني اجيب من بازار علوش. جبت من عندهم بعد ما جبت يعني الحاجات من هايبر دي بعدها بكام يوم. رحت بازار علوش جبت المكسرات من هناك. بصراحة بحب المكسرات بتاعتهم قوي. تكون طازة كده ومتحمصة وطعمها حلو قوي. وده بقى زبيب برضو جبت منه كيسين. وجبت كيس مشمشية
مش هي السنة دي مش عارفة، سعرها غالي قوي. مش عارفة ليه يعني، مع ان مش السنة اللي فاتت كان ما شاء الله كتير وفضل فترة كبيرة بعد رمضان وكان سعره رخيص. بص بقى، ده لبن بودرة، انا جبت ده اللي هو توب فايلو تبع هايبر. 250 جرام، كان سعره 49 جنيه تقريبا. بصوا ده الكبير بقى ده، تقريبا 2 كيلو. بص انا لحد هنا بقى ايه وخلاص، ما صورتلكوش تاني جوه. يعني جوه الحاجات معروفة يعني، صورتلكوا جوه كذا مرة. صورتلكوا بس بره الجزء الخاص برمضان، هروح بقى واوريكم المشتروات. كده حبيبي كنت روحت واوريكم بقى دلوقتي المشتروات اللي انا جبتها. بجد كان يوم حلو قوي. انا يعني بحب اروح هايبر جدا، يعني حتى يعني ايه، بحس كده يعني نفسيتي ارتاحت ما بخرج كده، وبالذات اشتري حاجات. انتوا عارفين يعني ايه الستات كلها كده، بنحب الشوبينج كده ونشتري حاجات ونحس نفسيتنا يعني ارتاحت كده شوية. بص بقى، ده السكر الباكيتة ديت فيها 10 كيلو، كان سعرها 200 جنيه. زيت صلايت ده 2 لتر وربع، كان سعره 139 جنيه. جايبها ديت او بصوا 2 لتر وربع، سعرها يعني يعتبر 140 جنيه. اهو. دي بقى ديسبنسر كده للصابون، وفي مكان كده للسبونشة. دي انا كنت جايباها، مش جايباها من العتبة، مش من هايبر. كان سعرها ديت 75 جنيه، بس بجد شكلها حلو جدا جدا. انا كنت شايفاها في جروب على الفيسبوك، بس يعني قلت هطلب اوردر وشحن وكده على ديت بس. فالحمد لله رحت بقى العتبة كده، مش عارفة والله الحتة اللي روحتها دي اسمها ايه، يا جنب درب سعادة كده. لقيتها هناك في محل كده بيبيع حاجات تركي كله، فرحت جايباها. وده بقى المج اللي انا جبته قمر، هوريهولكوا دلوقتي. شكله حلو قوي بجد، ندمت جدا اني ما جبتش واحد تاني. دي بقى الماسوره اللي هي محطوط عليها الزرع والمفرش ده، كنت هعلقهم عليها، كان هيبقى شكلهم حلو قوي الاتنين كده مع بعض. بس يلا نصيب الحمد لله، ما اروح زي ما قلت لكم، ما اروح حي الخيامية ابقى اشوفه هناك. يا رب بس الاقي زيه. ده كان سعره 55 جنيه. شايفين بقى قمر ازاي، قمر قمر. سعره 55 جنيه، والاكبر تقريبا 85 او 75، يعني في الرينج ده. بس نقفل بقى ايه ونعينه كده ان شاء الله. ظبط بقى معاكم المطبخ ونعمل ديكورات حلوة قوي فيه باذن الله. نبتدي بقى خلاص يعني ايه، دقت ساعة العمل. ابتدي بقى معاكم كده تنظيفات رمضان والتفريزات بقى والحاجات بتاعتنا ديت ان شاء الله. ربنا يعوض علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. هرص بقى الحاجات كده اللي انا اشتريتها واوريها لكم واقول لكم على الاسعار بتاعتها. على فكرة انا شارية الحاجات ديت يعني من اول شعبان، بس يعني ما رضيتش، يعني قلت لسه بدري قوي، ما رضيتش انزل لكم الفيديو. فقلت ايه خلاص النهارده اهو 9 تقريبا 9 شعبان. النهارده 9. فخلاص يعني ايه هانت اهيت، فاضل 21 يوم على رمضان. قلت بقى انزل لكم الفيديو كده بتاع المشتروات والجولة ده، ونبتدي بقى مع بعض بإذن الله التنظيفات بقى والحاجات بتاعتنا. بصوا جبت زي ما بقولك واحد ابو عوف وقمر الدين الاحلام كان ب85. ابو عوف كان سعره زي ما قلت لكم تقريبا 72. كنت لسه مصوره لكم السعر بتاعه. انا جبت 2 ورجعت كمان جبت واحدة تاني من عند بازار علوش، عشان بصراحة يعني بنحب مهلبية القمر الدين. بحبه طبعا في البلح يعني اساسي. بعمل بلح اللي هو الخشاف ده، بتحط له طبعا قمر الدين فبحتاجه. فرجعت جبت واحدة تاني وانا في بازار علوش. ده بقى البلح اللي انا وريتهولكوا سعره
32 جنيه اهو، بس شايفين شكله عامل ازاي، 32، 31، حاجة زي كده. بصوا بقى الزبيب ده، ده برضو 250 جرام، كان سعره 27 جنيه 95 قرش، يعني ايه، يعني 28 جنيه. ال250 جرام الربع كيلو، انا جبت منه كيسين. لا بصوا ده كان نوع تاني، كان ايه، يعني هما كانوا موجودين نوعين. كان النوع ده ب14 جنيه 95 قرش، يعني 15 جنيه. ده تحسوا ايه، حبايته اكبر من التاني شوية. المشمشية ديت بقى كان برضو 250 جرام. ثانية اشوف لكم سعرها كام. المشمشية دي تقريبا كان، يعني كانت بحاجة و50. انا طبعا مصوره لكم الاسعار كلها هناك. اهي المشمشيه كانت ب55 ونص. وده الجوز الهند بقى زي ما قلت لكم جبت 3. الكيس كان ب18 جنيه 75 قرش. وده بقى تمر ابو عوف، ده هعمله ان شاء الله معاكم عصير، يعني زي ما قلت لكم. ده كان سعره، اقول لكم دلوقتي عليه، معلش بس عشان بشوف ايه في الريسيت. ده بقى ده معلش، ده جوز هند ضفر، مش لاقي بس سعر التمر. جوز هند الضفر ده كان، بصوا مكتوب عليه اهو 28 جنيه و16 قرش، يعني قولي 28 ونص. ده كنت جايباه من ابو عوف برضو. اه التمر الهندي حبيبي سعره 32 جنيه و400 جرام. ديت صوبيا برضو جايباها من ابو عوف. دول كانوا 250 جرام. لا هو مكتوب 125 جرام. كان سعرهم 23 جنيه ونص. انا جبت ربع من هناك. ده تمن، مش عارفه، انا كنت قايله له عايزه ربع، مش عارفه مكتوب عليه 125 جرام. المهم جبت دول يعني، وانا هجيب ايه اكمل عليهم تاني. وده بقى كيس لبن بودره. الكيس ده 250 جرام ربع كيلو. ده سعره كام؟ كان سعره يا حبيبي 49 جنيه ونص، ربع كيلو 250 جرام. دي بقى لازانيا الملكة. اللازانيا كان سعرها، انا جبت 2، الواحدة كان سعرها 15 جنيه. وده بقى كمبوت خوخ، ده كان سعره 65 جنيه. ده بقى ايه، كاتشب على مايونيز الاتنين كده مع بعض. ده كان سعره 42 جنيه ونص. بيكون ايه يعني ميكس كده من الكاتشب والمايونيز. ده بقى كوكيز العبد، كان سعره 14 جنيه. والبسكوت ده بالزبدة كده كان طعمه حلو قوي، كان سعره 7 جنيه. ده فحم كنت جايباه عشان البخور، تقريبا ده سعره 15 جنيه. كنت جايباه من القسم اللي فوق، اللي فيه المنظفات يعني والحاجات ديت. وجبت بقى مرقة الخضار ومرقة اللحمة ديت الواحدة تقريبا سعرها 14 جنيه. كده خلاص بقى، انا وريت كل حاجات اللي انا جبت هناك. في بقى ايه يعني شوية حاجات كده تاني حطاهم في الفريزر. هشيل الحاجات ديت واوريكم بقية المشتريات اللي انا جبتها. بصوا بقى انا جبت ايه من هناك. جبت لفتين جلاش توفايلو تبع هايبر. الواحدة كانت سعرها 15 جنيه. بصوا هي بالظبط 13 جنيه 45 قرش، يعني 14 الا ربع. اول مرة بصراحة اجرب الجلاش بتاعهم، بس قلت اجيب 2 كده، يعني عاوزت اعمل جلاش حادق او مسكر في رمضان يعني يكون عندي. وجبت بقى ايه كيسين بامية بسمة. بامية بسمة فيها كذا يعني كذا حاجة، في الممتاز وفي اللي هي الزيرو تقريبا. الزيرو دي بتبقى اغلى نوع فيهم، بتبقى البامية الصغننة، بس انا ملقتش فروحت جايبة ديت. وجبت كمان كيس والقاس اللي هو بتاع بسمة، ده برضو يعني سهل وسريع كده، في ثواني بكون عاملاه.
وجبت الممبار ده جاهز كده متنضف للحشو، بيكون حلو قوي. سعر الكيلو 179، دول كانوا عاملين 140 جنيه. بس بجد حلو يعني، وبيعمل معايا كمية كبيرة. وجبت كمان زبدة. الزبدة بجد هناك بقت غالية جدا. شايفين سعر الكيلو كام؟ 239 و90 قرش، يعني 240 جنيه. بجد سعرها غالي قوي. ده انا كنت بشتريها من هناك كان سعرها 90 جنيه، شاريها قبل رمضان اللي فات. يعني زي الايام دي كده كنت شارياها الكيلو ب90. شايفين بقى زادت قد ايه. جبت كمان المعطر ده، اسمه فريدال. آه ده تقريبا غير فريدة، مش عارفة. بصوا هو بيكون جوه عامل شكله زي الحليب كده، لونه ابيض. بجد ريحته تحفة يا بنات، وبتثبت في الشقة فترة كبيرة. ريحته بجد وهمي كده. انا كان عندي التانجو ده، بجد ريحته جميلة قوي. انا قلت لكم عليه كذا مرة في فيديوهات بتاعة الروسين. بس انا للاسف ما لقيتش هناك، فجبت اللي هو ايه اسمه. التاني ده اسمه ايه، ثانية اشوف لكم اسمه. اسمه لوفري. اسمه لوفري تقريبا. ده كان سعره كام؟ سعره 65 جنيه. بجد يا بنات هاتوا على ضمانتي، هيعجبكم جدا. اتمنى بقى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.